سلام بنات، كيف دايرين؟ اموركم مزيانه؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نهضر معكم على كيفاش عدم وجود صحاب في حياتك عادي، كيفاش تقبلي هاد الوحده ولا هاد المرحله. من وانا صغيره كنت ديما في المحيط ديالي كيكون شي جوج صحابات ولا مجموعه ديال الناس، سواء في العائله ولا في المدرسه، وديما كيكونوا كيهضروا على بعضياتهم، بحور راسهم، كيعبروا على مدى حبهم لبعضياتهم، كيخرجوا ويدوروا يمشيو لبعضياتهم. وحتى في الرسوم ولا المسلسلات كتلقاي ديما ديك البطلة عندها شي صاحبة مقربة اللي كتعاود لها أسرارها وأحزانها، كيتشاركوا كلشي، بيجاما بارتي، يلبسوا فحال فحال، يعاونوا بعضهم، يسافروا ويديروا أنشطة إلى آخره. الشي اللي خلاني من وأنا صغيرة نتحمس حتى أنا تكون عندي صاحبتي اللي ندير معاها هاد الشي كامل ولا بزاف د الصحابات. فاللي وقع أنني ديما فين ما شفت شي بنت جديدة في الحي ولا المدرسة كنحاول نتقرب منها ونولو صحابات. كنت كنحب نعيش داك النوع ديال الصحبة اللي كنشوف في الأفلام، نخرج معاها نهضروا بالساعات، نحسو أننا مفهومين بلا ما نهضروا. ولكن اللي لاحظت أنه ديما هاد العلاقات في سليم كيكون داك الحماس غير في الأول، من بعد كنبداو نتباعدو، وديما كنت كناخد الأمر شخصي، ياك ما فيه شي مشكل ولا ما عرفتش كيفاش نتعامل. وحيت كل مرة كنت كنتعلق بشي بنت مبقيتش قديت على كل مرة نتفارق. قلت ما نبقاش نتصاحب، احسن من انني نتصاحب ونتفارق. كانت صافي واحسن، حيت فاش كنكون مع دوك الناس كنحس بالواحد فحال كنت كنمثل واحد الشخصيه اخرى بعيده عليا، فاللهم واحده بوحدي ولا واحده مع الناس. وقلت تقبلي انك ما غتلقايش صديقه العمر، تقبلي الوحده ومالها الوحده عادي، ما غاديش نموت. وهاد الفتره اللي كنت فيها بلا صحاب كنت احسن فتره دازت في حياتي. واخا بعض المرات كنت كنتمنى كون كان عندي صحاب ولا شفت شي جوج صحابات كتجيني شويه الغيره، ولكن الجانب الايجابي كان غالب. فهمت راسي، عرفت شنو كنبغي. في هاد الفتره بالذات قررت نتخصص في علم النفس، تعلمت نرسم، تعلمت نكتب، تفرجت في وثائقيات، عرفت على راسي وشنو كنبغي، شنو شغوفه فيه وشنو كيميزني. بزاف د الحوايج وليت كنخرج بوحدي، ندور بوحدي، نمشي لاي بلاصه بوحدي، حيت قبل كان ديما خاصني نخرج مع شي شخص. وحتى انني وليت ثقه في راسي وفي الاختيارات ديالي، حيت فاش كنكونوا مع صحاباتنا ديما كنتشاوروا معاهم واش هاد اللبسه زوينه ندير هاد الحاجه. وبعض المرات كدير شي حوايج ماشي حنا اللي اختاريناهم كاع، مجرد انا صاحبتي اختارتها. فاش بقيت بوحدي وليت كندير حوايج انا باغاها. وفهمت واحد الحاجه مهمه بزاف، ان المشكل عمره ما كان في ما عنديش صحاب، ولكن المشكل انني كنت كنحاول نعمر فراغ كان لداخل بعلاقات ما غتلائموش. فهمت انني كنت كنعطي بزاف وما كناخد والو. كنت كنحاول نلقى في البشر داك الإحساس ديال الانتماء، ولكن فهمت أن داك الإحساس خاصو يجي من الداخل. فاكتفيت براسي، وسبحان الله العظيم فاش ديك الطاقة اللي كنت كنقلب بها على صحاب فاش حطيتها على راسي، لاحظت أن الناس هما اللي ولاو كيبغيو يتصاحبوا معايا. ديما فشي مجمع في الليسي فاش كنكون خارجة ديما كيجيو يجبدوا معايا الهضرة ولا ياخدوا نمرتي، ولكن مبقيتش كيف كنت. فهمت أن الصداقة خاص تكون تلقائية، ماشي غير اللي جا يدخل لحياتي. بديت كنشوف شكون اللي ملائم ليا، وحتى الصحاب القدام طورات علاقتنا ولينا متساويين في حبنا لبعضياتنا. داكشي علاش اللي بغيت نوصل ليك انه حتى نتي الا كنتي كتقلبي على صداقات ومعطاءة وكتحسي براسك وحيدة، ما تقلقيش وتكتئبي. بالعكس، خديها عطلة اللي ترتاحي فيها من كونك كتقلبي على ناس تدخلوا حياتك وتخسري طاقتك على هاد الشيء. فاستغلي هاد الفترة وحطي طاقتك كلها ليك، تعرفي على راسك، ما تهربيش منه، صنعي شغفك، تعلمي تستمتعي بوحدك، تخرجي بوحدك. واخا غتحسي بعض المرات انك انتي ناقصه ولا فيك شي مشكل حيت ما عندكش صحاب، ولكن راه لا، وبعض المرات غتقولي هما اللي غلطين كلشي خايب، وحتى هي لا، حيت ممكن ما توالمتوش، ممكن من الاول ما كانتش علاقه صحيحه بين الطرفين. فما تخليش هاد الافكار تسيطر عليك، وشوفي هاد الوحده من جانب ايجابي، حيت غتولي نتيا محور حياتك، غتولي فرحانه مع راسك، مستمتعه مع راسك، واثقه في راسك، وغتبدل نظرتك للصداقه. ما غتبقايش تشوفيها غير صحاب نعمر بهم الفراغ، ندير اللي بغاو نتصنع باش نعجبهم، لا، غتولي واثقه انك قادره تعيشي بلا صحاب، وعارفه انهم الا ما توالمتيش معاهم عادي،
العالم مليء بالناس وغتبقاي على طبيعتك وغتولي تقولي رأيك بكل أريحية وما غتخافيش ما تعجبيهمش ولا رأيك يزعجهم، حيت الأهم انت تكوني مرتاحة حتى إلا ما بغاوش عندك راسك. انا ما كنقولش لي يكونش عندك صحاب، بالعكس الصحاب زوينين، ولكن خاص تكون عندك علاقات صداقات صحية ماشي معتمدة عليهم كليا ويمكن كيتحكموا فيك ولا مغيرة شخصيتك باش تعجبيهم. ضروري دوزي من واحد الفترة اللي كتبغي تسارحي فيها من داك التمثيل ولا تشحني طاقتك اللي ضاعت. فغادي نعطيك 5 الحوايج ديرها في هاد الفترة باش تكون ممتعة. اولا كيف ما سبق لي قلت لك، تعرفي على راسك، خدي وقت الكافي باش تعرفي على راسك، تبيوسوا لراسك. واحسن حاجه ديما كنقولها لكم هي التدوين. خدي شي مذكره سميها انا كنتعرف على راسي. يبغي شنو كيعجبك جربي كلشي، جربي كاع الهوايات، لعبي كره، باسكيت، ديري السباحه، تعلمي ترسمي، تخيطي، تفرجي في شي وثائقيات وتحلليهم، تفرجي في افلام، شوفي شنو كيعجبك بالضبط، شنو كيفرحك، شنو كيخليك فرحانه وما كتحسيش بالوقت هو كيدوز. شوفي شنو كيعجبك، شنو بغيتي تكوني، وشنو بغيتي تكوني في الشخصيه اللي بغيتي توصلي ليها. يعني شنو كيبنيني، شنو كيعصبني، شنو كيخليني مقلقه. الكتابه واحد الطريقه اللي قويه باش تفهمي راسك باعماق، والله العظيم. الكتابه غادي تعاونك، كتبي اي حاجه جات في بالك واي حاجه عجباتك وجربي كل شيء باش تعرفي اشنو كيعجبك واشنو ما كيعجبكش. ثاني حاجه، طوري شي مهاره ولا شي هوايه. مثلا فاش تعرفي اشنو كيعجبك من هوايات ولا مهارات، بحال الرسم، القراءة، التصوير، الطبخ، اي حاجه كتحسها كتعبر عليك. هاد اللحظات كتحسي انك كتخلقي معنى للحياه. شوفي شنو كيعجبك، يمكن ترجعيه خدمه، يمكن ترجعيه هوايه تبقى تفرحك. يعني شوفي شنو كيعجبك بالذات، شحال مثلا الكتابه، كتبي قصائد، الرسم، رسمي لوحات. يعني شي حاجه اللي كتعجبك وما كتحسيش بالوقت وانت كدوزيها، طوريها، تعلميها. خدي واحد ساعة في النهار، نص ساعة، تعلمي وطوري هاديك المهارة، يمكن من بعد تنفعك. وثالث حاجة واللي أهم حاجة واللي خاص ضروري الواحد يتعلمها بصحاب وبلا صحاب، وهي تخرجي بوحدك وتستمتعي بوحدك. ماشي ضروري تكوني مع شي حد باش تستمتعي، يمكن ليك تستمتعي حتى بوحدك. جربي خرجي تاكلي في شي سناك ولا فشي، ولا تشربي قهوة بوحدك، تمشي في الطريق بوحدك، سيري للبحر بوحدك، حتى للبارك. ماشي ضروري زعما تمشي تلعبي مع ناس، لا سيري بوحدك. اي حاجه ديريها بوحدك، تعلمي ديري كلشي بوحدك. غتعرفي بصح انه يمكن ليك انت تستمتعي بوحدك. وفاش كتكوني خارجه بوحدك تولي كتسمعي لراسك، حتى حاجه ما كتشتتك، كتولي خارجه وكتاملي كل حاجه بوحدها، ما كتبقايش ملاهيه مع الهضره مع شي حد اخر معاك. كتولي خارجه كتشوفي كلشي، كتسمعني في الحوايج، كتاملي في داكشي اللي خارجه تشوفيه، ماشي زعما غير ملهيه كتهضري كتهضري كتهضري. فاهم حاجه خاصك تعلمها هي تكوني بوحدك وتستمتعي بوحدك. ورابع حاجه واهم حاجه اللي زوينه هي دللي راسك. خدي وقتك، ارتاحي، ديري شي ماسك، سكين كير، خرجي حدا البحر، استمتعي، ديري شي بيكنيك بوحدك. تعاملي مع راسك كأنك أعز صديقة عندك أو كأنك بنتك. دللي شوية راسك، شريلك شي كادو، شريلك شي حاجة اللي بغيتيها من شي حد، شريها لراسك، دللي راسك اشنو فيها. وخامس حاجة وآخر حاجة وهي خططي لحياتك في هذاك الوقت اللي غيكون عندك خاوي في الوحدة. كيبان كلشي بوضوح حيت كتكوني بوحدك وكتسمعي لراسك ولأفكارك، حتى حاجة ما كتشوشك. فكتبي أهدافك، أحلامك، شنو باغي توصلي ليه، وبداي بخطوات صغيرة حتى توصلي للهدف ديالك. ديري في بالك أن الوحدة ماشي فراغ، هي مساحة كتبني فيها أجمل نسخة منك. ما تنسيش تقولي في الكومونتيرات شنو الحاجة اللي درتيها في الوحدة وبدلات فيك شي حاجة إيجابية. كانت معكم ميمة، يبغاتكم توصلوا أحسن نسخة نفسية منكم. دمتم في أمان الله.